يعيش على كوكب الأرض أكثر من 2500 نوع من الثعابين، تنتمي لعائلات مختلفة، الأحناش والأصلات والعرابيد والأفاعي، وكلها أنواع أفاعي لطيفة. 600 نوع منها فقط هي السامة. لكن وجود نوع غير سام لا يعني أنها مسالمة، بل هي أكثر رعبا من تلك السامة. فأغلبية أنواع الأناكوندا غير سامة، لكنها كبيرة الحجم، تعتمد على التهام فرائسها بقوتها العضلية وليس على السم. أحد أنواع الأفاعي الضخمة اسمه الثعبان البورمي أو الأصلة البورمية. في ولاية فلوريدا الأمريكية اصطاده فريق متخصص، نقل إلى معمل أو مختبر لإجراء بعض الدراسات، فلاحظوا أن بطنه منتفخ بشكل غير طبيعي. بعد التشريح أخرجوا من بطنه تمساح بطول 1.5 متر. تمساح يا جماعة، والله تمساح، حية أكلت تمساح. على كل حال، التمساح الثعبان البورمي هو ثعبان ضخم جدا، وعندما يسمع اسمه يظهر لدي في الاستوديو. هذا الثعبان يتجاوز طوله أحيانا 5 أمتار، يزن حتى 200 كيلوغرام، يأكل كل شيء في طريقه، قطط، جرذان، وكما رأيتم تمساح. رغم أن التمساح يمتلك الفك الأقوى، وهذا هو فك التمساح. الحيوانات البرية طبعا كلها لا تستطيع أن تتعدى على التمساح إلا الثعبان البورمي، لأن له هجوم مباغت، يمسك بالفريسة من الرأس، يلتف حولها بعضلاته القوية حتى يطمئن لتوقف نبضها، يعني خنق، ثم يبدأ بابتلاعها بلعة ثم يلتهمها على مهله، يهضمها على مهله. لو أتيت معكم إلى التغريدات نأتي إلى خديجة قالت: ما دخلكم في بطنه، هاي بطنه هو حر، التمساح. عاطف أحمد حسن يقول: التعبان كان بيتثاءب، التمساح افتكر كهف، دخل يتدفى، التعبان فرح بالعشاء اللي جاي من غير مجهود، ابتدى يبلعه وفي زوره موته، والتمساح مات من ريحة بطن التعبان. ايه اللي دخل الإنسان في مشوار زي ده؟ أما حمادة السيناوي يقول: ده رزق التعبان، حتى التعابين مش سايبينهم في حالهم. آخر تغريدة من أحمد يقول لك: يا جدعان، ده تمساح بلاستيك، معلش، يعني ده جلد التمساح في خطافات تقطع بطن التعبان؟ أمريكا مش هتبطل اشتغالات بقى. الثعبان البورمي يزعج السلطات، كبير جدا طبعا، وهو ليس من أمريكا، إنما هو ثعبان دخيل في ولاية فلوريدا، لدرجة أنهم يجهزون فرقا للتخلص منه بطريقة القتل الرحيم. الثعبان دخيل على النظام البيئي، ودخل في 70 القرن الماضي إلى أمريكا عن طريق التجارة غير الشرعية.